ما تعصبوش الواحد على الصبح بقى. حطوا اللايك، انزلوا كده استغفروا في التعليقات، اذكروا الله، صلى على النبي. يا مساء الهنا، يا مساء الفرح، يا مساء السعادة، يا مساء راحة البال، يا مساء كل حاجة حلوة على كل شخص بيشوف الفيديو دوت. ربنا يسعد قلبكم ويرزقكم باللي بتتمنوه يا رب، اللهم امين، احنا وانتوا يا رب. جايلكوا بقى النهارده بروتين هادي كده وبسيط ورايق، يعني رايق، هو رايق مفيش حاجه، يعني حاجه بسيطه كده قلت اشارككم بيها يومي. بدأت بيها يومي طبعا. الصبح اول ما بصحى بشرب ميه طبعا، يعني دي حاجه احنا كلنا بنبقى ناسينها، يعني ناس كتير بتبقى صاحيه بقى معدتها قافله وكده، بس لا يا جماعه، الميه الصبح على معده فاضيه بتبقى طبعا صحيه وجميله قوي، وابحثوا عنها وشوفوا فوائدها ايه. بعد كده طبعا كنت اتوضيت بقى، قعدت صليت، وبعد كده قعدت استغفرت ربنا شويه، والجو كان هادي وجميل، يعني وقت الصبح دوت بيبقى سحر كده. قعدت بقى استغفر قدام السمك المقطقط الجميل، صحابي اللي انا بحبهم. مفيش اجمل بصراحه من ان احنا نبتدي يومنا بذكر الله والاستغفار والصلاه على النبي، بتحس ان يومك بيبقى فيه بركه. يعني والله بجد بعد الاستغفار قعدت قراءة الأذكار، لأن أنا بقالي فترة بصراحة مش بواظب على الأذكار قوي، فلسه بادئه النهاردة، وربنا يا رب كده يثبتني بجد، يعني حاسة ان هي في بركة كده في يومي، وقدرت ان انا انجز كذا حاجة. وعايزاكم برضو يا جماعة ان احنا نشجع بعض، نفكر بعض بالأذكار، لأن هي بصراحة حصن وحماية للمسلم بجد جميلة قوي. حابه بقى اوجه رساله للناس اللي بيدخلوا يتفرجوا على الفيديو وفي الاخر مش بيحطوا اللايك. انتوا مش بتحطوا اللايك ليه يا جماعه؟ هو اللايك ده عليه مثلا جمارك ولا حاجه؟ ما تحطوا اللايك، يعني انا مش فاهمه بجد، يعني ما فيهاش حاجه، حطوا اللايك عشان الفيديو يتشاف، القناه تكبر، يعني انا مش فاهمه، يعني هو اذى وخلاص، يعني ما تحطوا اللايك. ما تعصبوش الواحد على الصبح بقى. حطوا اللايك، انزلوا كده استغفروا في التعليقات، اذكروا الله، صلى على النبي. يعني ده بيديني دفعه او بيديني دعم ان انا اكمل. طبعا يا جماعة الطاسة اللي موجودة في كل بيت مصري أصيل معروفة يعني. طبعا أنا صحيت بقى كده بعد ما صليت بقى واستغفرت وكده، يعني ابتديت بقى ان انا ادخل احضر الفطار الجميل بتاعي. حمرت لي طاسة بطاطس، وقلت اعمل جنبها كده شوية سلطة طحينة كده حلوين، وكان عندي بتنجانية كده في التلاجة هتبوظ، قلت بدل ما تبوظ اخدها احمرها جنبهم، وهو نمشي الليلة نزق الليل، احنا بما اننا هنقضي الليلة كلها قرديحي، فما يعني نمشي الليل. هي الدنيا كده، يوم عالي، يوم واطي، يوم فرحان، يوم زعلان، يوم بتاكل لحمة وفراخ، يوم بنقضيها اي حاجة، فالحمد لله كلها رضا. الحمد لله اهم حاجة في الدنيا هي الستر والصحة وراحة البال بجد، دي يعني دي مبتشتراش بالفلوس، فربنا كده يرزقنا الستر والصحة وراحة البال بس كده. الحمد لله كل ايام ربنا جميلة، والحمد لله على يعني اليوم اللي بيعدي علينا كده بسلام. يعني انا بيلفت نظري برضو قنوات بتبقى يعني تافهة، بمعنى كلمة تافهة، ما بتقدمش اي حاجة اصلا، يعني فيها افادة بربع جنيه، وبتلاقي عندها مشاهدات عالية ولايكات كتير وشير ده على اساس ايه؟ يعني يعني بجد، يعني انا ابتديت اقتنع بجد ان التفاهة هي دي اللي بتاكل عيش، او التفاهة هي اللي هي دي اللي ماشية دلوقتي، كله بيجري مع التفاهة. انما قناة مثلا يعني محترمة بتقدم حاجات مثلا يعني تشجيعية تفيد الناس كده، لا مفيش، تلاقي مشاهداتها بسيطة، التفاعل بتاعها بسيط، على ايه؟ انا مش فاهمة بصراحة، او ممكن علشان القناة لسه مبتدئة فلسه يعني ربنا يكرم. الحمد لله. بعد ما فطرنا بقى والحمد لله الدنيا تمام، قمت بقى قلت اغسل المواعين. يعني انا عايزه اعرف الحوض دوت بيتكاثر ذاتيا، يعني تبقي الدنيا تمام وتلاقي طبق جاب كوبايه جاب معلقه جاب شوكه جاب سكينه، هوب تلاقيتي الحوض كله مليان مواعين من الولا حاجه. فالحمد لله برضو يعني خلصت بقى المواعين. بصوا بقى يا حبايب قلبي، صلي على النبي كده ونقول ايه الاكله الارديحي بتاعتنا عليها افضل الصلاه والسلام. بصوا انا عايزه اقول لكم ان من نجاح اي ميزانيه ان انتي تبقي ناجحه وماشيه بيتك صح، حتى لو انتي ميزانيتك قليله، حتى لو انتي بتاخدي باليوم، ان انتي تبقي بتتعاملي بذكاء في الميزانيه، تعرفي امتى تمشي الدنيا،
تعرفي امتى ان انت تاكليهم فراخ، امتى تاكليهم لحمه، امتى تاكليهم اكل عادي بسيط. انت مش هتحرمي من، يعني مش هتحرموه من حاجه، وفي نفس الوقت انت بتتعاملي بذكاء، بتمشيها كده وبتمشيها كده. بعد ما فطرت بقى كنت قاعده محتاره مش عارفه اعمل غدا ايه، وعماله افكر، قلت اقوم اعمل اي حاجه اشربها الاول وبعد كده ابقى افكر او اقرر هعمل اكل ايه. لقيت قدامي الكاكاو، ما لقيتش لبن، فقلت مش مهم اعمله بالميه عادي يعني، اتصرف يعني، هي كلها ارديحي في ارديحي يعني عادي يعني. بس بصراحه كان طعمه حلو. لقيت عندي بقى شويه لبن كده حبه صغيرين كده في قلب البتاع في التلاجة، رحت ايه حطيتهم ومشيت الليله وكان طعمه جميل. وقعدنا بقى نتفرج على الكرتون ونشرب انا وكتكوتي الصغنن الكاكاو. بعد كده قمت بقى قلت بقى ايه اشوف بقى اللي ورايا بقى، ما بدهاش بقى. طبعا انتوا عرفتوا الاكله ايه هي، الباميه. الباميه الارديحي مفيش احلى منها بجد، كانت زي العسل والله، ومش عشان انا عاملاها يعني، بس بجد جميله. شوحت كده البصله مع الثوم مع الفلفل الاحمر مع كام طماطم متقطعه، وكان طعمها وهم. عايزه اقول لكم ان ما شاء الله اللهم بارك ما قعدتش، خلصت في وقتها.